النهارده حابب اتكلم على موضوع هو عباره عن تجمع هوائي حوالين الرئه. ده طبعا اسبابه ممكن يكون تلقائي، تجمع هوائي تلقائي. اول نوع طبعا هو التجمع الهوائي التلقائي، بيبقى فيه حويصله صغيره او اكتر من حويصله. ممكن الحويصله دي تفرقع او ان هي تسرب هواء فبيتجمع حوالين الرئه فبيحصل انكماش في الرئه. السبب الثاني التجمع الهوائي بسبب ان في مشكله في الرئه نفسها، وده بنشوفه اكتر في السن الكبير. اما في سن الشباب دايما بيبقى التجمع الهوائي التلقائي، واللي ده حله بسيط جدا، هو ان احنا الاول بنركب حاجه اسمها انبوبه صدر ببنج موضعي في الجنب بفتحه حوالي سنتي، وبنسيبها لحد ما الهواء يتفرغ تماما والمكان بتاع اللي بيسرب هواء ده يقفل. طيب يا دكتور لو ما قفلش هنعمل ايه؟ الحل التاني بقى برضو سهل جدا وبسيط ان شاء الله، هو ان احنا بندخل بالمنظار الجراحي من نفس الفتحه وبندبس الجزء اللي هو بيسرب هواء باستخدام الدباسه الجراحيه، والمريض بيخرج وبيمارس حياته طبيعي. بس طبعا احنا بنشوف الموضوع ده اكتر في الشباب المدخن، عشان كده انا بنصح شبابنا واهلنا ان احنا نقلع عن التدخين والفيب والشيشه وكل انواع التدخين، ونحاول ان احنا نمارس رياضه زي ما قلنا قبل كده.